مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا في برنامج أدية وناظر، واليوم نستأنف الحديث مع معالي الدكتور محمد خير مامسر بتسج. مرحبا بك دكتور في هذه الحلقة الجديدة من أدية وناظر. شكرا، بارك الله فيك. دكتور، في هذه الحلقة بدنا نحكي عن طرق التعارف الشاب والفتاة الشركسية، يعني ما قبل الزواج وشغلات زي هيك. نعم. يمكن شاركت من الشعوب القديمة وحتى المعاصرة اللي عندهم الاختلاط جزء من العادات ومتأصل هذا الجزء، وبالتالي من عاداتنا انه اي شاب يعني بده يتعرف على اي فتاة يستطيع، خاصة بالمناسبات الأعياد، يستطيع انه يذهب، طبعا هو صديق له، وعلى أي فتاة شركسية في المجتمع الشركسي. طبعا قديما كان كل المجتمع الشركسي، وحتى في الأردن لحد تقريبا الخمسينات كان مجتمع شركسي في عمان 4 تجمعات شركسي، الكل كانوا يعرفوا بعض، وكان أي شاب برفقة زميله يروح يزور أي فتاة أو مجموعة من الفتيات ويتعرفوا عليهم في البيت. هو نقول اللي هو بساتخ. وهذا يعني ربطنا يعني الزواج بالروح تقريبا، يعني لما نقول بساتخ بأن كان يبحث الباحث عن الروح. بساتخواك نعم. وما. وأنا شخصيا يعني من اللي يعني مارسوا أو يعني حضر أو في شبابي، كنا احنا مجموعة من الشباب 2 3 ونذهب على بالعيد يمكن على 5 6 بيوت في اليوم الواحد، وخاصة المساء يعني عادة. والفتاة أي فتاة يعني شركسية تستقبل أي مجموعة من الشباب، وعادة ما بتكون لحالها، يعني بيكون يا أخت معها أو وبعدين أو جارة من الجارات، صاحبتها إلى آخره. فالحقيقة هذه من العادات اللي كان الطريقة الأساسية في التعرف قبل الزواج. طبعا وفي طرق تقليدية، بس يعني بعتقد أنه يعني المجتمع الشركسي أكثر طريقة للتعارف بين الفتاة والشباب هي بمناسبة الأعياد. يعني البساتخ بروح أيوة عند القشن. هي الفتاة هي بتكون هو قشن. قبل القشن بس اسمها قشن يعني. قشنر بعد ما يروح مجموعة من بنات عيدين وبعدين بنشن على فتاة من الفتيات ويصير في حديث، بتقصدك ونسقدك وان بتصير بالنسبة له سي قشن قشن تمام قشن. لكن أول لما كنا نروح مش كلهم قشن، 5 بيوت شايف نتعرف، وبعدين زي ما تقول يعني اختار فتاة يعني خلينا نقول شخصياتهم متقاربة، صفاتهم متقاربة، يعني يجد زي ما تقول يعني الصفات اللي الشاب يعني بنشدها، وفي نفس الشيء الفتاة إذا كان الفتاة يعني مش على تقريبا خلينا نقول على مزاجها هذا الشاب بأدب، يعني إنه لا تظهر له يعني خلينا نقول المودة، وما بتظهر إنه يكون يعني أصمي أكثر. لكن إذا كان صار في يعني تفاهم وقتها بصير قشن، وقتها بصير فعلا كل مناسبة يمر. طبعا الشيء اللي بحب أأكد عليه هو أنا مثلا المتدينين يقولوا هذا الاختلاط حرام، ما أقول لهم لا، هذا الاختلاء حرام. لو شاب لحاله يروح على فتاة لحالها، لا، احنا مجتمعنا هذا كان مرفوض. لازم يكون 2 3 على الأقل أو 2، وشاب على الأقل هو صديق له، وأحيانا بشكل جماعي كان يروحوا يعملوا سهرات يعني عند الفتيات. في بعض الفتيات حقيقة في مجتمع الأردن بالذات كان يعني قياديات، خلينا نقول يعني بارزات في المجتمع، وكانوا يروحوا يسهروا 3 4 عندها ومع أخواتها أو جاراتها إلى آخره. هذا فبالتالي كان هذا الأسلوب في التعارف
مش قديم، حديث كمان يعني. لا، قالوا 50 سنة مستمر. مستمر قديم ومستمر. ل 50 سنة. الآن الوضع طريقة التعارف اختلف، الوسيلة اختلفت، ليست الطريقة، الوسيلة. الآن هو التعارف تم في مؤسسات المجتمع المدني، الأندية، سواء رياضية ثقافية واجتماعية والجمعية، واللقاءات اللي بتصير في المناسبات، بعد كل لقاء يعني محاضرة أو ندوة أو أي نشاط ثقافي، هذا بعدها بكون في حلبة، يعني بقدم الحلبة، وبالتالي على الأقل ساعة بعد المناسبة بيتحدثوا مع بعض شباب وفتيات، يعني هذا وسيلة جديدة في التعارف. زائد الفرق الفلكلور الشركسي، يعني أنا بعرف عدد لا بأس من فرقة النادي الأهلي أو الجيل أو الأكاديمية، بأنه عن طريق الفرقة وعن طريق التعارف من خلال مشاركة بالفرقة تزوجوا. وهذا أسلوب جيد، وأسلوب يعني خلينا نقول شاب يتعرف على الفتاة في مجتمع بشكل عام، وبعد ذلك ممكن يزورها عند الأهل وبيطلع تعرف. وهنا اللي هي الطريقة التقليدية. هو دكتور كما هو معروف كمال الفانتازيات. طبعا أعراس. هو بقول لك المناسبات يعني صحيح. هاي أهم. فانتازيات مع الأسف ما ضلت هلا ما ضلت. هلا فانتازيات اللي بتصير في الفنادق الكبيرة وإلى آخره. هذا المجال التعارفي مش زي أول. بس على أيامكم مثلا. هو على أيامنا والله أنا بتذكر مرة حضرنا فانتازية في جرش للساعة 3، بعد 3 مشي رجعنا من جرش. وثاني كنت طالب لسه، ثاني يوم رحنا على المدرسة مع سنينا. فكان حقيقة يعني فعلا الجو كان يعني أسلوب مثالي للتعارف بين الشاب والفتاة، عن طريق مثلا في شباب مثلا يعني يختاروا وحدة ما يقبل يرقصوا إلا معها، وإذا واحد نزل قبله خاصة في الشوشن ما يلف دقيقة نص دقيقة بيدخل هو أساس يطلعوا برا. التنافس كان ضمن الخابزة وضمن طبعا الرقص، ضمن الخابزة وضمن الأدب. والحقيقة يعني المجتمع الشركسي قديما وحتى حديثا في قيم يعني أخلاقية وقيم سلوكية. ويعني إذا واحد أخطأ، أذكر مرة يعني شاب من الشباب حاول قرب كثير على الفتاة، فكان مشكلة يعني الحقيقة. هذا الشاب يعني أبعد تقريبا بنفس الليلة. يعني شباب بالمنيا يقولوا أنت خلاص ما ظل لك وجود عندنا هنا بالجو هذا. مجتمع جميل. بدي أسأل سؤال. هلا البساتوخ لما يروح يتعرف على القشن ويقعدوا أهل البيت، يعني ممكن حدا يفوت ويسلم؟ نادرا، لا يعني لا. إلا إذا كان ما قلت لك، إلا إذا كان أختين 3 بيدخلوا بيسلموا، بضل واحدة على الأقل واحدة. إذا ما في صديقة عادة يعني بساتوخ ما بتكون أخت موجودة، بتكون جارة صديقة. حتى ما يصير في حرج. ومن العادات اللي هي بتعرف احنا كان البنت ما تقعد في مثل هذه المناسبات إلا إذا كان الحضور يعني الشباب اللي تفضلي. فكان نوع من التنكيد تقريبا. مرات أحيانا في منهم شباب كانوا كثير ملاعين يعني تضلها واقفة ولا تتذمر يعني. لكن قليل كان هذا، قليل نوع من المزحات الثقيلة شوية. معناته طرق تعارف الشاب والبنت نعم. هي قلنا الجقوات، الأعراس، نعم. الفانتازيات، وزيارات أيام الأعياد، ويتلوها زيارات الأعياد مثلا. نعم. في طرق قديمة ممكن تكون أو مستخدمة لها حاليا، يعني هي الطرق التقليدية، أنه ممكن يكون الأهل يدوروا لابنهم عن عروس بالسر أو طبعاً عن طريق الأهل بين بعض. نعم.
يعني صعوبة أقوى ما أقوى يعني. أيوة طيب مثل يعني مثلا شاب أعجب بفتاة، وبالتالي ممكن الأخت الكبيرة أو عم الخالة، يعني عمات والخالات، الأم وأخوات، لا بيروحوا على الشاب الفتاة، ويعني بطريقة غير مباشرة أو بطريقة هيك زي سرية نوعا ما، يعني غير مباشرة نقول. مباشرة. يعني بس هذولك الأهل بيعرفوا لما واحد هيك مجموعة من الستات يروحوا للفتاة وهذا إلى آخره، لكن كله في حدود السمين الأخلاق والقيم، ويعني الاحترام متبادل. فبعد ما واحد يقرر الزواج، شايف هنا في أكثر من طريقة من الزواج، في أكثر من أسلوب عند الشركس. طبعا أسلوب المعترف تقليدي، يعني إنه ببعث عوبشة، يعني تنتين ثلاثة من ستات العيلة، بروحوا وبقولوا والله إحنا حابين نتعرف عليكم، وبنحب إحنا يعني نناسبكم في بلاغاغة تلخط كواس، فإن شاء الله يعني تبلغ خير خنس، يعني كلام بيقولوا مع بعض. فإذا وجدوا إنه طرفين قبول لهذا، بعدين ببعثوا هو عادة من أول زيارة يمكن ما في قبول، يمكن هو عادة طبعا عادة هو يعني إذا صعوبش تعارف غير، طبعا تعارف ما بيطلبوا أشياء. أما إذا كان صعوبش راحوا يطلبوها، وقتها بقول إن شاء الله خير خنس صعوبش جن جبز نديو بشنا الدرجة الأولى جبز أبدا. هذا يمكن احنا من المجتمعات القليل في القديم وحديثا إنه رأي الفتاة أولا محترم، رأي أولا وأخيرا تقريبا. فإذا كان الأهل ما وافقوا أو الأهل عندهم يعني مانع، وقتها هو نبدأ الكواسة تحدث. طبعا إذا في تعارف بالأصل بين الفتاة نعم. وكان وفي أحيانا بجوز الأب معارض، بجوز أخ الكبير معارض، بجوز العمة معارضة، يعني إذا في حد عشان ما يعملوا مشكلة في العائلة، وقتها يعني هي بتبدأ عملية الكواسة. دكواسة. والكواسة مترجمينها بالعربي خطيفة، ليس صحيح. هذه ليس صحيح، لأن الفتاة تطلع من بحث إرادتها. لكن أنا بقول إنه خروج الفتاة خلسة، يعني بتروح عند صاحبتها، وين رايحة عند صاحبة فلان، وين رايحة على الكوافير، ومن هناك بيجوا أهل الخطيب، نسميه الشاوة، طبعا اسمه الشاوة الخطيب يعني. فلازم يكون هالأيام طبعا بالسيارات، قديما كان على الخيل أو العرباية. في كل الأحوال لازم يكون في 2-3 محارم مع الشاب يعني. وبعدين شاوة كواسكة ما بياخذوا الفتاة عند أهل العريس، لا بيحطوها أمانة عند وجيه من وجهاء الشركس. وأحكي قصة هنا بالثلاثينات أظن، في ليش أحكي أسماء العادات، لكن فتاة طبعا خطفت مع شاب وأخذوها عند سعيد المفتي رحمه الله. وأهل الفتاة كانوا كتير يعني راسهم حامي، فلجأوا للأمير عبد الله. والأمير عبد الله طلب من سعيد باشا، وقال له يعني بما معناه أعطيك كل شيء، لهذه أمانة لا يمكن أنا أتخلى عن هذه عاداتنا. ورفض تدخل الأمير عبد الله، وتمت الزيجة. فبالتالي زي ما تقول برضو من عاداتنا، إذا واحد حتى لو قاتل ابنه أو حد من العائلة ودخل على الأب أو العائلة برغم علمهم أنه قاتل أو أنه ضرب أو أساء لابنهم، برضو
طالما دخل عليه بيحافظوا عليه، وبعدين بيفلتوا بيقولوا طيب انت روح هلا انفد بريشك، بعد ما تطلع من انت احنا دمنا في رقبتك يعني. في حماده بدي احكي ملحوظه مشان الدقواسه. ايوه الدقواسه في كواسه ودقواسه. في دقوا هلا بس الفتاه تتجوز ايوه بيحكوا لها دقوا. صح. دقوا يعني خلص تزوجت. نعم. المعنى الحرفي إلها دقوا دقون يعني ذهبت مع. طبعا هي المعنى الحرفي. نعم. هلا وذهب دقوا ذهبت مع ومعناتها تزوجت. دقوسا ذهبت مع بالسر. نعم طبعا. هيك وقاسة كله سر. فالدقواسة بالسر، بس هي ذهبت معاه بالسر مش خطيفة يعني بس غصب عنها. لا طبعا هو هيك بيجي التعريف اللغوي والحرفي. ده مجتمعات قديمة، لكن الدقواسة ما في واحدة قساء إلا بمحض إرادتها. هي دقوسا يعني ذهبت في محض إرادتها، لكن بعدم رغبة الأهل أو أحد أفراد هو عادة بجوز الأم بتكون عارفة إلى حد ما. وبعدين يعني خلينا نقول يعني من 50 سنة وجاي برضو في وسائل. يعني أنا بنت أخوي هذا، لكن للتخلص من المراسم الكثيرة من ونيشة وفزشة طقوس ومراسم وهذا يعني بمعرفة الطرفين برضا الطرفين بصير كويسة يعني. السؤال اللي بيطرح نفسه هلا، مفهوم الزواج عند الشراكس هو الحقيقة يعني أنا بستطيع أني عن معرفة وعن اطلاع مفهوم الشراكسة بعد ما أسلموا. وبرضه مفهوم زواج في المسيحية، لكن قديما برضه كمان في بعض المؤشرات. شوف الزواج عند الشركس من أيام الوثنية ومن أيام المسيحية والإسلام إشي مقدس. يعني زواج إشي مقدس دائما. وبالتالي يعني بيجوز الأسلوب أو الطريقة تختلف، لكن في كل الأحوال كان يعني طبقوا الشراكسة، طبقوا المفهوم يعني حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، غربوا النكاح. كان يعني نادرا ومن العيب التزاوج بين أولاد العمومة بالذات من نفس السبق. يعني احنا المسلمين عاد بياخذوا، وهذه مشكلة يعني العرب بالذات، التزاوج من الأقارب من الدرجة الأولى أولاد العم. الإسلام ما بمنع هذا، ما بمنع، لكن هذا صحيا وطبيعي. هذا بسبب يعني أنا طلعت امبارح كان في عائلة عندهم 7 معوقين، لأنه التزاوج ابن العم بنت العم ابن العم جيلين 3 علميا يعني علميا وبالتالي شراكة من اللي اختاروا غربوا النكاح. يعني نادرا ما كانوا يتجوزوا مثلا شاب يتجوز من بنت جارتهم أو حتى بقريتهم، كان يروح على القرى الثانية. طب هذا بعد ما دخلوا الإسلام ولا قبل عندهم؟ من قبل. ليش بقول لك إنه شركس طبقوا الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام حتى قبل دخول الإسلام. شايف؟ فكان بيعتبروا إنه طول عمرهم صغار بيلعبوا بعض زي إخوان أخوات إلى آخره. شايف؟ فبالتالي يعني فعلا بيغربوا النكاح من قرية بعيدة ومن قرية، المهم القرية الثانية. هلا دكتور، هو كأقارب يعني بالعادات انه غير مسموح انه يتم التزاوج. هلا مثلا باهل القرية نفس الحي هناك في سبب ثاني انا قريت عنه، انه كان عندهم عادة الرضاعة. بالضبط. الجيران وكذا تلاقي يرضعوا اولاد بعض. طبعا. طيب. فمن المنطلق هذا كانوا يعتبروهم اخوان. يعتبرون
فكونوا فعلياً اخوان إخوان. بالرضاعه، طبعاً. اخوان طبعاً. واخوات بالرضاعه، فبالتالي كانوا يتفادوا هاي الشغله وما ياخذوا نعم. حتى من الجيران وطبعا الجيران تقريبا هم بيكونوا عايشين القرايب مع بعض جنب نفس الحي مظبوط. نفس القريه. بس أعطيك أنا من واقع، أنا بعيلتنا إحنا أخوي الكبير رحمة الله عليه جوز بنت خالتي. هاي خالتي رضعت أخوي أدهم الأصغر. شايف؟ فكان في يعني صار في لغط وحديث وهذا، لكن جابوا شهود انه هي الخالة رضعت اخوي الصغير، الاخ الاصغر، مش الاخ اللي تجوز بنت خالتي. شايف؟ وبالتالي يجوز طبعا، بس انه لا يجوز وهذا حرام. وانا بعرف في بعض الناس تجوزوا عن غير علم، لما يعرفوا طلقوا، فرقوا بيناتهم. يعني هذا من الامور اللي كان محرمات عند الشركس. لكن اللي كان يعني سائد انه دائما غربوا النكاح، وبالتالي لما الشركس يعني قله. لا انا لا اعرف المجتمعات، هذا يمكن حالتين في اعاقه، وهذه الاعاقه اللي بعرفها كان خلال الولاده صار في ضغط على دماغ الوليد. احنا نرجع لمفهوم الزواج عند الشراكسة. يعني مثلا انا قريت في احدى المرات احدى الكتب انه الزواج لما الشاب بده يتجوز مش القرار لحاله اللي بيعنيه، كان العيلة السبق تبعه العشيرة إلها الرأي الأول زي ما تحكي. أكيد صح. يعني كانوا يعتبروه سبق أخ. كان قضية الورق وبشر لما شركة أجوا للأردن كان لا يزال في أوجه. كان موجود، يعني كان نبلاء، كان يعني خاصة ورق وبشر. طبعا بقيت خلينا نسميه طبعا في تقشش وفي بش وفي يعني 4-5 طبقات للشركس، وفي وناؤت. والوناؤت طبعا عادة هم من اللي كان يسرقوه من القوميات الأخرى. هذا كان بالقفقاز. فإحنا بالأردن أنا بذكر كان في جدل كبير إنه فلان بشرط قشاس، بشرط يأخذ قشاس، وكان يصير في زعل. وبعرف أن في واحد تجوز هيك سنة كاملة يعني ما دخلوا بيته. ففي كان في شوية يعني. وعندما كان الشراكس عندهم الطبقية طبعا كان موجود هذا الاعتقاد. نعم هذا، بس هذا حتى في الأردن يعني أجل الأردن لكن لفترة قصيرة. بس هذا عند الشعوب القديمة كلها تقريبا كانت. أكيد طبعا طبقية. حتى حاليا بتلاقي هاي الظاهرة، يعني إنه الأهل يتدخلوا ما تتزوج بنت فلان تزوج. طبعا هو يعني هلا بدأت الطبقية، مين معه مصاري أكثر، مين معه مصاري أكثر. أيوة. مين متعلم أكثر ومين مش متعلم أكثر. لكن إلى حد ما يمكن الشراكس من الشعوب اللي استطاعت أنها تتكيف مع الظروف المعاصرة. يعني في كل زمن يعني كانوا يعيشوا زمانهم، يعني أي عادة من العادات غير مناسبة يطوروها أو يتركوا العادة. فيعني بالتالي حتى الآن يعني مجتمعنا احنا مجتمع الشركسي في الأردن لا نزال احنا زي ما بقول دائما احنا اندمجنا لكن ما انصهرنا، ولا نزال نحافظ على كثير من تقاليدنا وعلى عاداتنا وثقافتنا. ولو انه الجيل الجديد طبعا مشكلة اللغة، يعني نسيان من اللغة. لكن حتى لما تروح على اي نادي الاهلي او الجيل او المدرسة امير حمزة تشعر انه الجيل الجديد لا يزالوا يحتفظوا على يعني بالعادات اللي فيها احترام الكبير. يعني الأساسية. لما كنت أدخل المدرسة، لما كنت رئيس مجلس أمناء مدرسة أمير حمزة، والله ذاك 100 واحدة وقفوا أول ما يشوفوني من بعيد، ويحكوا بأدب
ويحكوا بأخلاق. ف يعني الحقيقة الشركس يعني بقول يعني وجد ليبقى ويعيش. إن شاء الله. وبالمناسبة يعني برضو أنا حطيت في موسوعتي خارطة إنه الشركس متواجد في 54 دولة في الأربع قارات. لما أقول شركس يعني عدد سكانهم في 3000 فوق، فأنا أحصيتهم طبعا من طريق مراجع ومن طريق الإنترنت، ف 54 دولة، وحطيت الخارطة في الموسوعة المعدلة تقريبا. أنا طلعت موسوعة ملخصة من مجلدين حوالي 2200 هي المجلد حوالي 5200. فيعني لا نزال يعني احنا يعني محافظين على جزء من عاداتنا. أنا في برضه كمان 125 مفرد من مفردات العادات موزع على 15 مجال الحياة، يعني ثلثها تقريبا ما عادت موجودة، غير مناسبة يعني العصر اللي احنا فيه. الثلث الثاني يعني تمارس أحيانا وأحيانا لا. الثلث الثالث تمارس، يعني لا نزال نمارس يعني تقريبا ثلث العادات اللي هي مناسبة للزمان اللي احنا فيها والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. الآن حمادة، هلا إذا بدنا نجزء العادات الشركسية، مثلا في منها زي مراسيم أو طقوس، وفي منها تدخل بالأخلاق والقيم. صحيح. احنا برنامجنا يعني اذا بنتناول كل نشمل الادياخابزة بجوز ما نقدر ما يسعفنا الوقت لهالشغله هاي، وان شاء الله احنا راح نحاول. بس يعني احنا هلا اذا بدنا ننتقل على الطقوس او مراسيم الاعراس، وفيما بعد كيف بعد مراسيم الزواج، وبعد الزواج شو ممكن في طقوس داخل العائلة، داخل العائلة، وبعدين بس يصير يجي أول ولد كيف شو الأشياء اللي بنسويها، وبعدين ندخل بالتربية، وشوي شوي إذا بدنا نغلبك يعني دكتور. تسلم. أنا اللي بعرفه أنا إن شاء الله لن أبخل فيه، وأنت كمان كلنا أمل. وانت ما شاء الله برضه عندك خلفية جيدة باعتبارك عشت في وطن الأم أكثر مني. والله احنا بنتعلم لسه منكم حمادة. شكرا، بارك الله فيك. معالي الدكتور، شكرا مرة ثانية لك على هذا الحديث الممتع. لا شكرا على واجب. بنتوقف بالعكس، شكرا لكم اللي خليتوني يعني أستعيد ذاكرتي ونستمتع بمراجعة عاداتنا وتقاليدنا. نتوقف الآن ونتابع الحديث معك في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة، وسنتابع الحديث مع معالي الدكتور محمد خير مامسر بتسج، وإلى اللقاء بإذن الله. Тихо шепком тихо цеек ورأيي تихо بستأخر تبغى مشتري أرضك وناسي شبق مارينا بورو سيغوش سي شبخازي تبغى حشتري